درت يوم أمس بالانتقال إلى المفترق الدائري الفاصل بين المويل وزعفران، واللي شد حركة احتجاجية من قبل بعض الشباب اللي قاموا بغلق الطريق وتحولنا لهم. وكانت الحال هذه محاولة منا لإعادة توضيح المسألة لبعض الأهالي اللي سبق وأنهم استدعيناهم في الأسبوع الفارط، وكانوا جو بحذانا في مقر الولاية. لكن المجموعة اللي تم التواصل معها مش هي اللي حضرت يوم أمس واللي بدأت بالوقفة هذه، كما مجموعة ثانية. على كل أنا نقول لهم مش كان نواصلوا معاهم ووضحنا لهم يعني التمشي اللي تم أخذه وتم التدابير اللي تم اتخاذها. هو أولا هناك تدابير عاجلة، وهي عمل على يعني تسريح مجاري المياه العالقة. يعني ثم مقاول تلقى أمس في معاينة يعني المسار هذا، وتلقى يعني من أمس في عملية الإنجاز وتم تكليفه بصفة رسمية. هذه في التدخل العاجل. ثم التدخل الثاني اللي هو في المدى ممكن الأيام ولا الأسابيع القليلة القادمة، وهو تم برمجته من فيفري، وهو في إطار برنامج جيولي للتنمية. هو العمل على أنه المسار بتاع الماء يتم معناها بناء منشآت تمكن المسار بتاع الماء باش يتحول ويبعد 20 كيلومتر على المفترق الدائري ويوصل حتى لشط الجريد، ويبعد بالطريقة هذه على الواحات وعلى الأهالي وعلى الواحات المنظمة والفوضوية والكل. العملية هذه معناها احنا تمت الموافقة على المشروع هذا، تم تقريبا بالدراسة الأولية. احنا ننتظر فتح الاعتمادات من قبل وزارة التنمية في إطار برنامج جيولي للتنمية اللي تم ترسيمه بطبيعة الحال والمصادقة عليه في إطار المجلس الجيولي للتنمية في دورته الاستثنائية الثالثة، يعني في رمضان. عديناه في رمضان، يعني 3 أيام قبل العيد في آخر رمضان. ننتظروا في فتح الاعتمادات باش توكلوا على ربي في الإنجاز هذا بمبلغ قيمته 350,000 دينار. بقى في معناها المستوى الثالث اللي هو يهم المستوى المدى المتوسط. احنا ثم 3 مبادرات. المبادرة الأولى اللي اقترحتها أنا وهي تثمين الماء هذا المعالج من محطة دوز ومن محطة القبل، واستغلاله في إطار شركة البيئة هذه اللي باش يتم إحداثها، ولو نعملوا مساحات سقوية للعلاف معناها كما على غرار عديد الولايات الأخرى. والأعلاف هذه يتم تثمينها بطبيعة الحال، وإحنا نعرفوا نقص في الأعلاف، وبالعكس احنا نجروا على أن نزيدوا في الحصص تاع السداري والشعير وكذا. احنا تبدا يكون متوفر عندنا الأعلاف مراقبة وفي معايير منظمة. بطبيعة الحال هذا تمكن من تقليص الضغط على المادة هذه. ثم قاموا المواطنين باقتراح آخر، هو أنه مد قنوات معناها مش في اطار معناها لدلوها، ما يعملوا قنوات. هذا يكلف اكثر، هذا يتدرس، واذا يمكن الطريقه اللي باش نعملوها واللي باش تكلف 350,000 دينار برنامج تسويق التنميه ما تحلش المشكله جذريا. احنا تعهدنا باش ندرسوا الامكانيه هذه، ولما لا معناها نستغلوا. اذا ما باش نستغلوه بطبيعه الحال في اطار معناها الاعلاف. وممكن فما من بعض المواطنين اللي هذا يمكن الحل البعيد انه يقول تغيير المسار يمشي معناها في اتجاهات. على كل هي حلول تدرس على المستوى المتوسط باعتبار مكلفتها بعضها، لكن احنا متاكدين من انه لما نحلوا معناها الموضوع في مستوى عاجل ومستوى برنامج التنميه، الموضوع معناها باش تحل جذريا، والانسياب تاع الماء يتلافى بطبيعه الحال، يمكن الجهه من انه المسار تاع الواحد باش ما يكونش ثم روايح معناها كريهه الى اخره. بالنسبه ما ادعوه بعض المواطنين ان ثم علاقه ما بين الالتهاب الكبدي اللي يعبر عنه معناها بوصفير بالمسار هذا، هو في الواقع بعيده 3 كيلومتر على اقرب تجمع سكني. وكلفنا الاداره الجويه للصحه باش تثبت الديوان الوطني للتطهير، كلفناه وعنده معناها بصفه دوريه واسبوعيه يقوم بدراسات في معناها المياه المعالجه. ويأكد لي معناها المدير الجوي انه اكثر من 4 يمكن في حدود 5 عمال يعملوا بصفه يوميه في المحطه. لو كان معناها ثم معناها مخاطر وممكن يتصلوا بهم هم كانوا هما الاولين. على كل احنا هذه صحه اهالينا وصحه مواطنينا ما نلعبوش فيها. وطلبت حتى من الاهالي حتى لو كان ما عندهمش ثقه في الاداره الجويه للصحه، خلي يقوموا هما معناها بقيام ببحوث
في اطار معناها يمشوا للمخبر تحاليل ويقوموا بطبيعه الحال بالاجراءات نتاعهم، واذا يثبت ثم علاقه معناها بين الحالتين هذم معناها ينجموا لهم كل الحق باش انهم يتوجهوا ضد الدعوه ضد الاداره الجويه ولا ضد الديوان الوطني للتطهير.